ليه ممكن ما تتقبلش في شغل حتى لو عملت انترفيو ممتاز؟ خليني اقول لك ايه الاسباب اللي ممكن تخليك تترفض علشان تتجنبها المره الجايه. اول سبب، مؤهلاتك مش كفايه. لو ما عندكش الخبره والمهارات المطلوبه فغالبا الشركه هتفضل حد تاني يكون جاهز عنك، وده هيكتشفوه لو انت كنت ضارب السي في او حاطط اي بيانات او معلومات مش مظبوطه، فهيكتشفوها في الانترفيو، فبالتالي هيعرفوا ان انت مش الشخص المناسب. وتاني سبب، لو انت مش مناسب لثقافه الشركه. انت مش كفايه تكون شاطر، ولكن الشركه بتدور على حد يكون مناسب لبيئه العمل بتاعتهم. ثالث سبب هو قله التحضير. لو انت رحت الشركه وانت مش عارف معلومات كافيه عنهم او مش عارف معلومات كافيه عن الوظيفه، ده هيبان هناك وهيقلل جدا فرصتك في القبول. ورابع سبب هو ضعف مهارات التواصل. لو انت ما قدرتش تعبر عن نفسك وتجاوب على الاسئله بشكل واضح، فاكيد هيشكوا في قدرتك في التعامل مع فريق العمل. خامس سبب هي معلومات سلبيه من مراجعك. يعني ايه؟ يعني ريفرنس تشيك. لو الشركه قررت انها تتصل بشركتك القديمه او بحد من اللي انت كاتبهم في الريفرنس، ممكن قوي يبقى سبب كبير جدا في رفضك. ولو انت شخص اوفر كواليفايد، يعني انت شخص مؤهل اكتر من اللازم، برضه ممكن تترفض، لان الشركه هتخاف انك تسيبهم بسرعه او ان هم ما يقدروش يوفروا لك الراتب اللي يخليك تستقر عندهم. ولو انت تعرضت للرفض قبل كده في انترفيو، شاركنا بالسبب واحكي لنا اترفضت ليه.